السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حاجة جديدة، حاجة اول مرة على ما اعتقد، ما شفتش حد عملها قبل كده او جربها قبل كده. انا اول مرة اجرب اصابع زينب في الاير فراير. والله انا كنت هعملها عادي كده في الزيت، فخطر في بالي قلت اجربها كده. فالحمد لله نفعت معايا. زي ما انتم شايفين منظرها كده، انا لسه مطلعاها. طبعا هحطها بقى في الشربات. تعالوا نخش على الفيديو. طبعا انا ما كنتش هصور زي ما قلت لكم، فما صورتش تفاصيل العجين، طريقه العجينه بتاعتها، فقلت لكم على المقادير. لان بصراحه انا كل ما اصور فيديو ما مش بيجيب مشاهدات وكده، فبصراحه اتعقدت من المشاهدات او التصوير او النشر الفيديوهات يعني. بس لما لقيت حاجه مفيده زي كده هتنفع بيها غيري، فقلت ان انا اوريها لكم. تعالوا نخش على الفيديو ونشوف هنعمل لنا اصابع زينب ازاي في الاير فراير. بصوا بقى، اول حاجه انا عملت العجينه بتاعتي عباره عن 3 كوبايات دقيق، عليهم كوبايه سميد، عليهم كوبايه الا ربع سمنه او كوبايه الا ربع زيت زي ما بتفضلي. انا عملتها بسمنه عشان تبقى طعمها حلو يعني، بحيث يعني احنا ما بنعملهاش كتير، كل فتره بنعملها فبخدمها صح يعني. ونص معلقه، 3/4 معلقه. بصوا، كل معلقه عليها يعني كل كوبايه دقيق عليها ربع معلقه خميره. تمام، يعني انا حطيت معلقه الا ربع خميره. ماشي، او ممكن تحطي نص معلقه في الحر اللي احنا فيه ده. تمام كده. وطبعا رشه سكر ورشه ملح، معلقه سكر ورشه ملح. سبتها حوالي 5 دقايق برضو في الحر اللي احنا فيه ده، يا دوبك 5 دقايق. وابتديت بقى ان انا اكورها زي ما انت شايفه كده. كورتها كور صغيره كده على قد اللي انا هشتغل عليها بصامه الكحك. انا عندي هنا بصامه الكحك، او ممكن تشتغلي هاتي يا زكريا الصفايه اللي هي بتاعه الزيت دي. طبعا انا هعملها كده. بصي، ما تتكيش عليها جامد، يا دوبك ان انت تفرديها بحيث ان هي تطلع معاكي سهله. ماشي، افرديها كده. وهبتدي ان انا المها كده. هقفل دي كده عشان ما تفكش مني في الآلية اهي. طبعا نعمل التانية من معاك واحدة كمان، متضغطيش عليها جامد، يا دوبك تفردي كده بس. وممكن كمان تعمليها بالمصفى دي، لو عندك المصفى دي بتعمليها برضو. هعمل لك واحدة عليها. طبعا انا ما كنتش ناوية اصور، بس بصراحة قلت اجرب معاكم التجربة بتاعة الاير فراير. انا قلت هقليها في الاير فراير، هشوف هتنفع معايا ولا في الاير فراير. هتنفع في الاير فراير ولا لا. هعمل بدي او ممكن مبشرة زي ما انتي حابة او متوفر عندك. بس انا بصراحة بحب اللي هي شكل البصامة احسن. طبعا دي السميد يا جماعة بيبقى دقيق ناعم، والسمنة بتبقى سمنة سايحة، ما بتبقاش ما بتبقاش ما بتبقاش مجمدة، ما بتبقاش جامدة يعني. وادي الشكل التاني مش عاجبني، مش مرتاحه له. نتك عليها شويه. طبعا انا هعجنها تاني دي. لا، بصوا الفرق بين الشكل ده والشكل ده الشكل المعتاد بتاع صوابع زينب. يا زكريا حبيبي، يا حبيبي، ماشي. بسم الله. تركينه كده، هلم بالراحه، ما اضغطش عليها بايديا برضو عشان خاطر برضو دي شكل حلو. مش قد كده، منحكش كده ومكعبر. هي احلى حاجه شكل البصامه ده. طبعا انت ممكن تفرديها شويه كده بايدك، بس انا عشان ماسكه التليفون مش عارفه. المهم تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الاير فراير. بصوا، انا طبعا مسخنه الاير فراير بتاعتي، وهبتدي بقى ارص الصوابع زينب بتاعتنا كده. انا ما رشيتش زيت ولا رشيت حاجه، هي كده كده فيها سمنه. لو سمحت ما تمدش ايدك. ماشي. بصوا كده انا رصيتها. هبتدي بقى احطها. على فكره انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت ميه في العجينه. اقول لكم تاني، مكونات العجينه بتاعتها عباره عن 3 كوبايات دقيق، كوبايه سميد ناعم،
نص، قولي نص معلقه في الحر اللي احنا فيه ده، نص هي دوبك نص معلقه خميره، ومعلقه سكر ورشه ملح، وكوبايه الا ربع سمنه، والميه المقدار على حسب ما هتاخد منك. العجينه بتاعتك طبعا زي ما انت شفتي العجينه بتبقى قوامها زي ما انت شايفه كده سهله ان هي تتشكل في ايدك، وفي نفس الوقت ما بتلزقش. تمام كده. انا والله ما فاكره بالظبط هي خدت مني قد ايه ميه، عشان انا ما كنتش مركزه في المقادير. انا بعمل انا عارفه الدرجه يعني اللي انا محتاجاها في العجين، فما مش فاكره انا خدت قد ايه ميه. معلش يعني انا ما كنتش ناويه اصور اصلا، فما ركزتش في المقادير بالظبط. طبعا الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، فطبيعي ما مقدار مش هقدر احددهولك يعني. احطها بقى. انا كنت مسخنه الاير فراير. طبعا يا جماعه اي حاجه هتعملوها فيها لازم تكوني بسم الله تكوني مسخناها يعني كده على 10 دقايق 12 دقيقه على درجه حراره 200. هستنى كده حوالي، بصوا انا عشان معلش عشان ابقى عارفه الوقت. اللون الاسمر يا جماعه رهيب رهيب في التراب، عشان اليومين دول تجهيزات العيد وكده، كل سنه وانتم طيبين، فالتراب كتير في الشقه. فزي ما انتم شايفين كده انا ما كنتش ناويه اصور اصلا، ولا كنت ناويه ان انا اعمل في الاير فراير، فسبحان الله هي جت معايا كده، قلت اجربها واشوف. لما اني هخليها في اهو. لا هي شغاله اصلا كده، هي شغاله. طيب هوقفها ماشي. عشان اجيب اخليها، هشوفها بعد 5 دقايق، هظبطها على 10 دقايق، وبعد 5 دقايق هشوفها معاكم تاني نظامها. هقلبها بعد 5 دقايق، استنوني بعد 5 دقايق نشوف النتيجة النهائية. لا مش النتيجة النهائية، هنشوفها هنقلبها ولا اخبارها، ولا التجربة بتاعتي نفعت ولا ما نفعتش، ولا عبال ما اشكل باقي العجينة، عشان لو ما نفعتش اقلي في الزيت. بصوا بعد 5 دقايق تعالوا بقى نشوف الدنيا فيها من جوه. بسم الله ما شاء الله. خدت لون ما شاء الله. اوعى سخنه. خدت لون. هسيبها كمان حوالي 3 دقايق تاني، نشوف بعد ال3 دقايق هيحصل وريحتها جميله بصراحه. وبعد دقيقتين، بعد 3 دقايق، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى انا هعمل اشوف هقلبها هتعوز تتقلب ولا لا. ثواني هجيب اشوف هتعوز تقلب ولا انا شايفه ان هما واخدين نفس اللون، يبقى هسيبها برضو كمان دقيقتين، يعني كده هتبقى خدت مني ال10 دقايق. هقلبهم كلهم واسيبها الدقيقتين اللي باقيين، ويبقى كده خدت مني بالظبط. انا عامله زي ما اكون عامله كحك كده، تبقى خدت معايا بالظبط 10 دقايق. ثواني يا زكريا عشان لسه هقلبها يا بابا، ثواني. هنشوفها بقى بعد ما احطها في الشربات، بعد ما تطلع هشوفها معاكم تاني. بصوا انا خليتها 3 دقايق عشان حسيت اني محتاجه اكتر من دقيقتين، فهشوف بعد ال3 دقايق هي يعني لونها مصفر، مش احمر جامد، او مش مصفر جامد، مصفر ذهبي كده فاتح، فانا عايزاها غامق شويه. بصوا بعد الخمس كده الاول كانت 5، وبعد كده 3، وبعد كده 2 3 كده 11 دقيقة. كده خدت 11 دقيقة معايا وطلعت زي ما انتم شايفين كده، بس برضو انا حاساها ان هي لسه لونها اصفر شوية، يعني عايزة تحمر اكتر من كده. فانا هديها برضو دقيقتين تاني او 3، هديها 4 دقايق كمان عشان يبقى كده خدت مني 15 دقيقة. ماشي، يبقى كده خدت مني 15 دقيقة. اديها 4 دقايق كمان واشوف بعد ال4 دقايق هتوصل لدرجة اللون اللي انا عايزاه، ولا هتفضل نفس اللون، ولا هتغمق مني، وهشوف بعد ال4 دقايق. طيب هي يا جماعه بصوا بعد ال5 دقايق ال4 دقايق التانيين، يعني بعد ال15 دقيقه سخنه، طلعت معايا كده اهي سخنه. عايزه بقى اشوفها من جوه، هسيبها تبرد شويه بس انا عايزه احطها في الشربات على طول. انا هشوفها من جوه عامله ازاي عشان كمان احطها في الشربات على طول. اهي بصوا لونها، هشوفها من جوه عشان هي لسه سخنه. طبعا يا جماعه صوت الوش اللي انتوا سامعينه ده صوت الشفاط، انا مشغلاه على مروحه عشان كده عامل صوت الازعاج ده. معلش المطبخ صعب في الحر اللي احنا فيه ده. حاسه ان هي لسه فيها عجينه، هي لسه فيها عجينه صح؟
ولا ايه؟ لا ما فيهاش اكيد. لا اديها دقيقتين كمان، اسيبها دقيقتين كمان لا عشان فيها حته اهي مش مستويه. اديها دقيقتين كمان، يبقى كده خدت مني، احنا قلنا 17 دقيقه، يبقى كده خدت مني 17 دقيقه بالظبط. وادي اهي بعد ما طلعت بقى من الاير فراير بعد ال3 دقايق، حطيتها في الشربات زي ما انتم شايفين كده اهو، سايباها ايه تتصفى من الشربات بتاعها. بجد اتصدمت فيها، خايفه امسكها عشان انا مرسيه البتاعه دي بالعافيه، الصفايه دي بالعافيه. بصوا تحفه تحفه بجد. انتوا عارفين بقى بما ان انا مش هستعمل آلية في الحاجه الحلوه دي، فكرت بقى وقلت هعمل ايه، عملت عجينه الزلابيه. عملت كوبايتين دقيق زلابيه، وقلت بقى دول طبعا الزلابيه دي يستحيل هعرف اعملها في الاير فراير، عشان هي سايله فمش هينفع، لازم زيت وزيت غزير ويكون سخن. هعملها بقى في الزيت، بما اني وفرت الزيت اللي كنت هقليه هقلي فيه الاصابع زينب، فهقلي بقى زلابيه واعمل لهم زلابيه بالمره.